كيف تقيم مجموعة المنتخب الإسباني بحضور منتخبات كالبرتغال، المغرب وإيران؟ أعتقد أنها منتخبات جيدة جدا. هذا ما قاله لوباتيغي. يبدو أن المجموعة سهلة، ولكن ليس هناك شيء سهل. أعتقد أن كل المنتخبات ستأتي بقوة. يجب علينا أن نواجه البرتغال في المباراة الأولى. هو منتخب قوي، ولكن أنا شخصيا دائما أحبذ أن يكون هناك مستويات عالية في كأس العالم، وأن نرى كرة قدم بمستوى عالي. أنت واجهت المنتخب المغربي في أولمبياد لندن. ما رأيك في المنتخب المغربي الذي في النهاية يملك لاعبين كبار جوردي؟ نعم، هذا صحيح. في الأولمبياد كان خصما عنيدا، وكان ونحن كنا من المرشحين، ولكننا خرجنا من الدور الأول في كأس العالم. أي منتخب بإمكانه أن يتغلب عليك، وهناك مرشحين كبار بينهم أسبانيا، ولكن يجب أن نثبت ذلك على أرضية الميدان، ونتمنى أن نفوز وأن نخرج كأبطال. إذا جوردي، شكرا جزيلا على الحضور معنا في بي إن سبورتس. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. إذا أيضا نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. نلقاكم بحول الله في موعد مقبل. في أمان الله.